مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم تاني والفقره الثانيه من الثقافيه في النهارده. الحقيقه ان كتير جدا من التقديرات بتقول ان من يوم 11 فبراير لغايه النهارده صدر ما بين 200 ل 300 اصدار بيتكلموا في المقام الاول عن احداث 18 يوم هي احداث الثوره المصريه. طبعا تعددت الرؤى وزوايا النظر الى ما جرى خلال تلك الايام. النهارده وفي الفقره دي تحديدا هنناقش كتاب لا يتحدث عن ثوره ال25 من يناير وانما عما بعد هذه الثورة. الكتاب يطرح فكرة أننا مقبلون ربما على ثورة ثانية الهدف منها هو حماية مكتسبات الثورة الأولى، وكانت مكتسبات سياسية، لكن الثورة الثانية ستكون ثورة أخلاقية في المقام الأول، وهذه الأخلاق هي التي ستكفل لنا تحقيق النهضة المأمولة. الكتاب يأتي تحت عنوان فيش وتشبيه لمؤلفه مصطفى الطبي، او بالاحرى المهندس مصطفى الطبي. اهلا بيك. اهلا بيك. مصطفى، كتير جدا من الكتابات اتكلمت عن احداث الثوره، لكن انت شفت ان في قضيه اهم تعنينا الان. تمام. هي قضيه الاخلاق. تمام. في المقام الاول فقدمت كتاب بيطرح مشكلات او قضايا مجتمعيه مصريه بامتياز، لكن في قالب ادبي ساخر. عايز ابتدي من العنوان، ليه سميته فيش وتشبيه؟ هو اولا احنا فكرنا في حوالي 200 عنوان عم وصلنا للاسم ده. مم. تمام. احنا كنا عايزين اسم يعني يجيب معنى الكتاب من اول نظره. فليه فيش وتشبيه؟ ببساطه جدا، انا لو رحت قدمت في وظيفه حكوميه، تمام، بيتعمل فيش وتشبيه. الهدف منه ايه؟ ان اعرف هل انا جنائيا سليم ولا في ما يعوق تعييني. فانا نفس الفكره، انا لما اقرا الكتاب دوت واشوف السلبيات اللي فيه والحاجات الخطا اللي فيه، هل انا بعد ما قريته سليم ولا في حاجات بعملها غلط المفروض اغيرها. فهنا يعني وصلنا لاسم فيش وتشبيه. تمام. الكتاب الحقيقه عايزك انت اللي تستعرضه معانا، وهناقشك في قضايا واحده واحده. تمام. لكن انت قسمت الكتاب اشبه ما يكون بمقالات ربما يوميات تقريبا او يوميات. ليه اخترت النهج ده على يعني وكأنها مجموعة من المقالات تم تجميعها في كتاب؟ ما هو احنا بنناقش حوالي 50 مشكله. صحيح. تمام. عشان اناقشها عندي حاجتين، يا اما اعمل روايه كبيره، تمام، ومن داخل الروايه احط كام مشكله تواجه البطل او الابطال، يا اما اعمل مجموعه قصصيه، تمام، ده الكتاب التاني بتاعي، مجموعه قصصيه نفس الفكره، يا اما اعمل يوميات. فانا لقيت ان انسب حاجه حاليا هي ان انا عايز اقول للناس ده غلط ما تعملهوش، بس بلاش اكون حد الطباع. فخليني الاسلوب الساخر هو ابسط حاجه ممكن توصل للناس. ففكرت في الحكايه دي يبقى اسلوب ساخر بسيط، بس هادف في نفس الوقت. بس. طيب خليني قبل ما اناقش معاك قضايا الكتاب اطرح عليك وجهة نظر الحقيقة هي محل خلاف. تمام. البعض بيقول ان المجتمعات تلجأ الى الادب الساخر حين تعجز عن الفعل، فلا تجد امامها الا التريقة والسخرية والاستهزاء باعتباره يعني اضعف الايمان. تمام. النهارده وانت بعد ثورة حقق فيها الشعب المصري ما أراد على الأقل في المرحلة دي بإسقاط النظام، هل ما زلنا نقرأ أو نستسيغ الأدب الساخر، أم أننا في حاجة إلى نمط كتابة مغاير، نمط مباشر ربما احنا شعب ساخر بطبيعته؟ بطبيعته. فاستحاله شعب ساخر بطبيعته يرفض اسلوب ساخر. هو بيقرا كأنه بيقرا حاجه هو كاتبها. كلنا بالبلد يقول لك ولاد نكته. صحيح. فازاي هرفض نكته؟ انا هحب اسمعها وهحب اقولها. فالاسلوب الساخر عمره ما هيفقد رونقه، عمره ما هيفقد جمهوره، لكن اهم حاجه يكون هادف، ما يكونش سخريه لمجرد السخريه، لمجرد الاستهزاء، لمجرد ان انا عايز اقلل من شأن حد. انا بواجه مشكله باسلوب ساخر عشان احلها. هي دي الفكره، انا بحل ولا بسخر وخلاص. فما دام نحل المشكله خلاص، ايا كان الاسلوب المتبع ما دام راقي مفيش مشاكل. في الجزء الاول من الكتاب، او ربما الموضوع الاول اللي انت طرحت مساله العمال الميكانيكي مثلا، او صح اصحاب حرف كتير تمام. قوي بتقال لهم يا باشمهندس. تمام.
وانت تساءلت يعني اذا كان هو حصل على لقب بهذه السهولة، ليه انت تعبت ودخلت كلية الهندسة؟ تمام. الحقيقة انا شفت في المسألة دي مناقشة مختلفة لقضية اهمية التعليم عند المواطن المصري. بالظبط. ان احنا للأسف لا ننظر الى التعليم بقيمته الحقيقية. اصبحت قيمة التعليم لحد كبير قيمة مهدرة. قل لي كيف طرحت هذا الموضوع وكيف ناقشته؟ هو في كتير، وانا اعرف اشخاص كتير يقول لك انا مش هكمل تعليم، انا مم. هعرف لي مهنه وابقى صاحب مهنه وصاحب صنعه زي ما بيقولوا، مم. وهشق طريقي. طب ايه المانع انك تتعلم في المجال اللي انت عايزه؟ مم. فانا حبيت برضك اناقشها باسلوب بسيط شويه. فواحد زي ما قلت، كان اول واحد قابلته، اول شخصيه قابلته كان ميكانيكي. هو ميكانيكي شاطر جدا، مم. تمام. بس بعد ما بقى ميكانيكي عايز يبقى باشمهندس، مم. تمام. هو يحق ليه يكون زي ما يكون، وانا مش بحجر عليه اني يتقال عليه اي لفظ، مم. بس ما كنت اتعلم. ليه رفضت التعليم؟ مم. ممكن الناس تقول لك ما هو مش حكايه رفض، هو ممكن العامل المادي، مم. تمام. طيب هل انا لو ما قلتلكش يا باشمهندس يبقى كده اهنتك؟ مم. مش ما اهنتكش. يعني لو قلت له يا استاذ، لو قلت له يا اسطى، مم. لو قلت له حضرتك، انا بقول له حضرتك، بقول له حضرتك دايما، مم. هل كده اهنته؟ مم. فليه ربطت اللقب بمستوى التعليم؟ مم. فيا اما اتعلم، يا اما مش عايز اتعلم خلاص انا حر، بس ما اديش انطباع ان انا متعلم. مم. فهي دي الفكره اللي انا كنت عايز اناقشها في فكرة ان الموضوع انت دوت. ان انت ما تدعيش. ما تدعيش. مم. عايز تتعلم اتعلم، مش عايز تتعلم ما تتعلمش، بس ما تدعيش ان انت متعلم. مم. فجت بالاسلوب يعني ايه البسيط ده. تفتكر هي غلطته هو ولا غلطة المتعلمين اللي بيتعاملوا معاه واسبغوا عليه اللقب كشكل من اشكال العطية والوهبة كده؟ هي جت بالتدريج. يعني مم. ممكن هو خطأ مشترك. مم. انا خلاص اتعودت اقول يا باشمهندس، مم. هو اتعود ان لو حد قال له يا استاذ هيبص له يعني مش عاجبه الكلمه. مم. طب الخطأ هنا مشترك، انا المفروض اديله احترامه مم. بالاسلوب اللي يليق بيه. مم. هو المفروض يتقبل مني الكلمه الكويسه بالاسلوب اللي يليق بيه. مم. عموما ما تستغربش كتير ان الميكانيكي بيتقال له يا باشمهندس، لان كان عندنا وزير اسكان خريج ثانوية عامة. دي انا الكتاب ده كنت يعني دي كاتبها قبل الثوره. اه. الواضح كان مش الميكانيكي بس، مم. كان الوزير كمان. الوزير كمان. يعني انا الحقيقة ركبت مع سائق تاكس معاه ماجستير في الفلسفة، في حين كانت وزيرة القوى العاملة مؤهل متوسط، وانا على فكرة احترم جدا المؤهلات المتوسطة. واعتقد ان مفيش مجتمع يقدر يمشي من غير تعدد انماط تعليم وتعدد مستويات تعليم، لان كل فعلا. هذه التخصصات وكل هذه الدرجات مطلوبة. لكن هل خلت مصر من المتخصصين في هذا المجال حتى اتينا بهذا الشخص او ذاك؟ يعني قضية اخرى. خليني اروح لعنوان الحقيقة لفتني جدا في الكتاب، الازمة الحقيقية لنهر النيل. كيف طرحت قضية نهر النيل في هذا الكتاب مصطفى؟ قضيه نهر النيل من ضمن المطالب اللي كانت في ثوره 25 يناير. محدش جاب سيره ازمه نهر النيل، ظهرت مؤخرا، مم. بدأنا نتكلم فيها مؤخرا، بدأ يروح وفد لاثيوبيا، بس ايام الثوره ما حدش اتكلم فيها، مع انها هي قضيه مصيريه بالنسبه مم. للشعب المصري. طيب انا حاليا كله عارف ان الميه نهر النيل بتستخدم في الزراعه مم. المفروض، تمام. لو انا اتكلمت قلت ان نهر النيل نهر النيل هيتقطع علينا مثلا ومفيش ميه للري، ايه مم. الجديد؟ ايه القضيه اللي انا ناقشتها كعادات خاطئه في الشعب؟ مم. مفيش جديد. فانا فكرت ابص لها من ناحيه تانية. مم. طب نهر النيل غير الزراعه، مش نهر النيل نفسه بقى، الترع اللي تخرج من نهر النيل متفرعه منه، مم. بيستخدم في ايه؟ فيها مخلفات صناعيه، مخلفات زراعيه، فيها مخلفات عربيات، مم. في ناس بيتوضوا منها. مم. فانا قلت لو نهر النيل الميه قلت، مقدارها قل، الترعه ديت نشفت، محدش هيلاقي مكان يرمي فيه مخلفات صناعيه ولا مخلفات زراعيه ولا مخلفات مصانع مم. اسمده والكلام دوت، ولا حد هيحط فيه يتوضى، ولا حد هيحمم فيه البهايم بتوعه. مم. فبالتالي هي دي انا شايف ان دي مشكله حقيقيه، هي باسلوب ساخر، مم. بس في نفس الوقت انا بقول للناس انتوا بتعملوا دوت ودوت غلط، سواء ترمي مخلفات او ده غلط. مم. فانا حبيت يعني اتكلم. انت بتطرح السؤال، يعني احنا عندنا نعمة كبيرة ومع ذلك نفعل كل ما يسيء إلى هذه النعمة، نعمة بنهدرها مية النيل، بشكل من رهيب. أول الشرب لغاية الحياه. الري وما إلى ذلك تمام. وتوليد الكهرباء وما إلى ذلك. طب ماذا لو حرمنا من هذه النعمة؟ كيف سنفعل هذه
السلوكيات التي تسيء إلى نهر النيل وتسيء لهذه النعمة؟ ده السؤال اللي أنت بتطرحه.